معظم الناس هتستغرب ان انا بقالي كتير جدا مختفي، ولكن انا حاليا في الساحل الشمالي ومعانا فيديو جديد عن الساحل الشمالي. بالنسبه يا جماعه لاختفائي، انا كان حصل لي حاجات كتير الصراحه، مش حاجه واحده يعني. بس انا وحشني جدا التصوير، وحشني جدا الفلوجينج والكلام ده كله. الفكره كلها ان انا اتصبت بالكورونا وقعدت في البيت وحصل لي شويه مشاكل كده، فكنت موقف بقالي فتره. وطبعا مع الظروف اللي حصلت في الكورونا ما كنتش عارف اصور ولا اعمل اي حاجه. بس رجعنا تاني وبدانا اول فيديو، وان شاء الله ما نقطعش كتير كده. الساحل الشمالي يعتبر من اهم البؤر السياحيه بالنسبه لمصر. هو مش الناس كتير بتتكلم عليه، انا مش عارف ليه يعني. ما شفتش ناس فلوجرز وكده بيعملوا عليه فيديوهات كتير، خصوصا المصريين يعني. وده يمكن عشان الناس بتركز اكتر في حته سينا ودهب والحته دي. طبعا انتوا عارفين انا قد ايه بعشق الاماكن دي، بس برضو لازم نتكلم على الساحل الشمالي. انا حاليا في قريه اسمها مارينا، تعتبر مارينا الوسط بتاع الساحل الشمالي. يعني هي موسطنه الساحل الشمالي بالاول في الساحل واللي في الاخر الساحل. ويعتبر طبعا البحر بتاع مارينا من البحر الجميل جدا. خليني اقول لكم بس، الساحل الشمالي بيمتد من اول اسكندريه، من بعد اسكندريه بشويه الساحل الشمالي بيمتد من اول اسكندريه لحد مرسى مطروح. كل ده الساحل الشمالي. طيب في ناس بقى بتقول وتسال انت ايه اللي ممكن تعمله في الساحل الشمالي، او ليه الناس ما بتتكلمش عن الساحل الشمالي؟ هو الناس ما بتتكلمش عن الساحل الشمالي لان هو الفسحه العاديه بتاعت المصريين. يعني احنا كمصريين طبيعي جدا بنروح الساحل الشمالي وبنتفسح هناك. هو الفكره ان انت بيبقى عندك البحر والبسين والحاجات دي والاكتيفيتيز دي. بس برضو لازم نتكلم على السياحه في الساحل الشمالي، او ازاي انت ممكن تيجي تنبسط في الساحل الشمالي من غير ما تصرف كتير، او ايه الفرايتيز او ايه الاوبشنز اللي عندك اللي انت ممكن تعملها في الساحل الشمالي. من ضمن الحاجات برضو الناس ليه ما كانتش بتتكلم على الساحل الشمالي، لان معظم الناس اللي في الساحل الشمالي بيبقوا ملاك. انت ما عندكش فنادق في الساحل الشمالي، يكاد يكون في فندق او اتنين. ومش معظم يعني معظم الناس ما بتصيفش في الفنادق دي، ولكن بيبقى انت عندك شاليهات الناس بتشتريها، يعني بيبقوا ملاك للشاليهات دي. ودلوقتي بقى في فكره ان انت تأجر الشاليه ده، يعني ان انت بتعرض الشاليه بتاعك على اير بي ام بي وتأجره. وهي دي النقطه اللي انا عايز اتكلم عليها، ان على طول خط الساحل الشمالي في اماكن كتيره جدا ممكن تأجر فيها الشاليهات دي. بتبدأ بقى أسعار من حوالي $30 الليلة لحد ممكن توصل ل $600 الليلة. طب بتفرق في إيه الأسعار دي؟ $30 دي يعني أنت بتتكلم في حوالي ممكن تلاقي حاجات ب 400 جنيه ليلة لحد 8000 جنيه الليلة. موضوع الشاليهات أو الشقق اللي أنت ممكن تأجرها في الساحل دي بتبقى بتتحدد عن طريق أنت فين موقعك من الساحل الشمالي. يعني احنا عندنا الساحل الشمالي من بعد اسكندريه بيبقى البحر مش اجمل حاجه، ولكن لما بتيجي تقرب قدام شويه على مارينا، وبعد كده لما تخش على مارينا وحته سيدي عبد الرحمن والكلام ده، البحر هناك بيبقى زي اللي ورايا كده، اللون واخد اللون المالديفي شويه. البحر بيبقى الموج فيه خفيف مش عالي قوي، الموج بيبقى فيه كويس، تقدر تنزل. طبعا احنا هنا في مارينا بتمتاز ان هي بس مش عاملين بحر، هم عاملين من البحر بحيرات، كذا بحيره، كذا سبوتس اسمها سبوتس، تقدر ان انت تنزل في السبوتس دي. بعد بقى ما خلصنا فرهضه والتنطيط والكلام ده بنجوع. طبعا الناس بتجوع، فمعظم الناس طبعا اللي بيبقوا ملاك او بيبقوا قاعدين هنا في الساحل، او حتى لو مستأجرين يعني، بيجيبوا معاهم الاكل بتاعهم وبيطبخوا بياكلوا عادي. ولكن طبعا الساحل في مصر بيمتاز بان بيبقى فيه محلات كتيره بقى جدا واشكال وانواع ممكن تاكل فيها. مثلا لو انتوا قاعدين في الساحل او مؤجرين في الساحل من الحته الاولانيه اللي هو من بعد اسكندريه لحد مثلا 20 كيلو 30 كيلو قدام، في مثلا عندك مكان اسمه واحد خطاب. واحد خطاب ده بيعمل اكل بدوي، بدوي اصيل بقى، حتى القعده بدويه. في بقى كل حاجه، المنيو بقى فيها حاجات بقى اللحمه الضاني اللي بتتعمل بالطريقه المندي، فراخ المندي،
كل حاجه. احنا طلبنا حاجه اسمها فرخه محمره مع الرز الاحمر. خليني برضو اقول لكم فكره عن الاسعار، لان برضو الحاجات دي بتفرق معانا. فاحنا مثلا عندنا دي المنيو بتاعت واحد خطاب اهي. ومثلا هو مشهور بالمكرونه المبكبكه، فالمكرونه المبكبكه ساده التلت كيلو ب 35 جنيه. فرخه محمره مع الرز الاحمر دي اللي احنا جبناها دي عامله 180. في فرخه محمره مع المكرونه المبكبكه برضو عامله 180. مشكل للمشوي الكيلو ب 300، التلت ب 130، فليتو ب 135 الكيلو 320. على فكره هو برضو معروف بالفليتو ده. الكفته ب 120 التلت الكيلو ب 280. الطرب 125 التلت 290 الكيلو. والكباب ب 180 التلت و420 كيلو. ولو انتوا بقى مأجرين في الحتة التانية اللي هي من بعد مدينة الحمام لحد مارينا بقى وانت طالع، ففي برضو حتت كتيرة جدا ممكن تروحوا تاكلوا فيها. زي مثلا دلوقتي هنروح حتة او مكان اسمه قرية شيخ العرب. قرية شيخ العرب ده بيعمل فراخ بتبقى مدفونة، فراخ بتبقى مستوية بطريقة كده معينة، ولازم تكلمه قبلها ب3 ساعات تقول له ان انت هتيجي تاكل الفراخ دي عشان يبقى يجهزها لك. لو انت عايز تاكل من عنده مشويات عادي، مشويات يقدر ان انت وانت هناك تطلب مشويات عادي، لكن لو هتاكل فراخ مدفونه لازم قبليها ب3 ساعات تبلغ. والفرخه بتبقى عامله 150 جنيه بالرز بالسلطات بالحاجات بتاعتها دي. من ضمن الحاجات بقى الخطيره اللي احنا بنجربها في الميه، واحد صاحبنا جايبها من بره. الاختراع ده عباره عن زي ما انتم شايفين كده حاجات ووتر سكوتر. ده بتعمل ايه بقى؟ ده بتقعد كده على وش الميه وتروح تخليه هو ايه ياخدك كده وتمشي. احب اقول النصائح الاخيره لتقضيه وقت جميل ولذيذ في الساحل الشمالي. طبعا حاول ان انت ما تسترخصش قوي، يعني ما تروحش تشوف الشاليه اللي ب 300 او 200 جنيه، لان هو تقريبا هيبقى في مكان البحر فيه مش حلو قوي، ممكن ما تعرفش تنزل فيه قوي. وبرده طبعا ما تروحش تشوف الشاليه اللي الاسعار فيه غاليه جدا ب 8000 جنيه الليله والكلام ده، لا طبعا. خليك في المعقول، حاول تشوف الشاليه اللي هو بيبدأ من مثلا 1000 ل 1000 ونص في الليلة. لو هتقعد 3 أيام فأنت بتتكلم في حوالي 4000 جنيه، وتقريبا الأكل هيكلفك 150 جنيه للنفرين في اليوم. فاحنا بنتكلم إن أنت تقدر تنبسط في 3 4 أيام بحوالي من 4000 جنيه ل 5000 جنيه. وزي ما قلت لك دايما حاول تشوف الريفيوز على اير بي ام بي على البحر عامل ايه، تتاكد ان البحر بيتنزل وان البحر في الحته دي كويس وجميل. وطبعا زي ما قلت لكم حاولوا تروحوا الحتت اللي هي بتبقى بعد مدينه الحمام، لان الحته دي بعديها بيبقى البحر اهدى شويه، الموج بتاعه مش بيبقى عالي قوي، بيبقى فيه بحيرات زي اللي ورايا دي معموله صناعيه، فبتقدر تنزل البحر وانت مستمتع، ما فيهوش اي مشاكل بتعملها لك. وطبعا احنا لسه عندنا هنا في حاجه اسمها العلمين الجديده بتتعمل. العلمين الجديده دي قصه تانية خالص، حاجه جميله جدا، وهتبقى برضو على البحر بتاع اللي هو قرب مرسى مطروح، فالبحر هناك هيبقى حلو جدا. العلمين الجديده برضو لو انت قدرت تنزل فيها روح. طبعا العلمين الجديده حلوه بس هتبقى مكلفه شويه. وفي الاخر تعالوا الساحل الشمالي، يعني يا سياح تعالوا اعملوا سياحه في الساحل الشمالي هتنبسطوا.